هذا مو سمك مقلي عادي، هاي الوصفة الأطيب والأشهى لتحضروا فيها السمك بهذا الشكل وهاي القرمشة وهاي الطعمة. أول شي رح نبدأ بنقع السمك، بعمل فيه شقوق هيك بالسكين لحتى تدخل التتبيلة لجوا. التتبيلة حضرتها بمحضرة الطعام وضفت عليها البهارات والملح، ورفعت منها تقريبا معلقتين لثلاثة لأنه رح نستخدمها بعدين. تبلت السمك وتركتهم منقوعين ساعة، لا تزيدوا أكتر من ساعة لأنه ما بدنا السمك ينطبخ من الحمض. خلطة التغليف عبارة عن طحين ونشا والبهارات والملح. أول شي رح ناخد باقي التتبيلة ونضيف عليها مي، رح نغلف السمك بخلطة الطحين وبعدين بخلطة المي مع التتبيلة، وبنرجع كمان مرة بخلطة الطحين. الزيت محمى من قبل على حرارة وسط، وبنقلي فيه السمك كل جهة تقريبا رح تاخد 6 ل7 دقايق، بنقلبهم على الجهة الثانية بعد ما يتحمر. وهيك صار عنا أطيب سمك مقلي جاهز. قدموه مع البقدونسية والبطاطا المقلية والخبز المقلي، وصحة وألف هنا.